السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيحلم انه رايح الامتحان، وفجأة بيلاقي نفسه متأخر ويجري ويتوتر ومش عارف يوصل اللجنة. يا ترى الحلم ده معناه ايه؟ وليه بالذات الامتحان في الحلم؟ ليه بيجي الامتحان في المنام؟ تمام. يبقى هنا هنقول الامتحان في المنام. يبقى الامتحان في المنام، ايه سبب ان احنا بنتأخر؟ ايه سبب ده؟ بس قبل ما نبتدي يا ريت الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الفيديو بشير. واشكركم جدا على متابعتكم ليا، وما تنسوش اللايك. ونبدأ يلا. طبعا احنا بنقوله ان احنا كتير مننا لما بيروح الامتحان في الحلم ان انت بتروح الامتحان، بس ساعات بتبقى ايه؟ مش عارف تحل، مش عارف توصل للجنة، مش عارف في امتحان في اسئلة عارف تحلها واسئلة لا. طب المعنى العام للحلم في الامتحان، المعنى العام في الحلم في الامتحان، اول حاجة مسؤوليات الحياة. اول حاجة مسؤوليات الحياة. تاني حاجة القرارات المصيرية. يبقى اول حاجة مسؤوليات في الحياة، تاني حاجة القرارات المصيرية، تالت حاجة الضغوط النفسية، رابع حاجة الشعور ان في حاجات لازم ننجزها ومش عارفين. يبقى الامتحان في المنام مش مجرد اختبار مدرسي بس، لا، هي مسؤوليات في الحياة، قرارات مصيرية، ضغوطات نفسية، شعور ان في حاجات لازم ننجزها ومش عارفين. تمام. تعالى نيجي كده في اول حاجة هنا. تمام. هنقول ايه معنى التأخر في الامتحان؟ لو حلمت، لو حد فيكم حلم، لو حد فيكم حلم ان هو متأخر في الامتحان، اول حاجة انت متردد في اتخاذ قرار مهم. انت متردد في اتخاذ قرار مهم. تاني حاجة الخوف من ضياع فرصة. انت خايف من فرصة تضيع عنك او فرصة تضيع عليك. تالت حاجة الاحساس ان الوقت بيفوت ومش عارف تعمل حاجة، الاحساس ان انت الوقت بيفوت عليك ومش عارف تعمل حاجة. رابع حاجة انت في ضغط نفسي بسبب واجبات او مسؤوليات متراكمة. يبقى انت عندك 4 حاجات بسبب تأخر الامتحان. بسبب تأخر الامتحان عندك 4 حاجات. أول حاجة التردد في اتخاذ قرار مهم. تاني حاجة الخوف من ضياع فرصة. رابع حاجة تالت حاجة الإحساس إن الوقت بيفوت أوامك. رابع حاجة عندك ضغط نفسي بسبب واجبات أو مسؤوليات متراكمة كتيرة يعني. تمام. طيب لو الحلم بقى هنا لطالب، لو الحلم لطالب ده معناه ايه؟ ان لو مثلا في طالب هنا لطالب، الحلم هنا لطالب. تمام. هنا في قلق من المستقبل. يعني لو في طالب هو اللي حلم ده، في قلق للمستقبل، في توتر من الدراسة، في خوف من تحقيق النجاح او توقعات الاهل. يبقى هو عنده 3 حاجات. لو الطالب حلم ان هو اتأخر على الامتحان، في 3 حاجات: قلق من المستقبل، توتر من الدراسة، خوف من عدم تحقيق النجاح، والتوقعات الأهل. توقعات الأهل، هل الأهل هيزعلوا مني؟ الأهل هياخدوا على خاطرهم؟ الأهل في حاجة؟ تمام. طيب في حاجة تانية هنا. لو الحلم لعزباء. 2، لو الحلم لعزباء ده يدل على تأجيل أمر مهم زي ارتباط أو عمل. لو واحدة عزباء لسه ما اتجوزتش، تمام،
يبقى هنا في تأجيل أمر مهم زي ارتباط أو عمل، إحساس إنها متأخرة عن غيرها بسبب مقارنة نفسها بالآخرين. هي عندها إحساس إنها متأخرة عن غيرها بسبب إيه؟ بسبب مقارنة نفسها بالآخرين. تمام. خوف من فوات فرصة في الحياة، خايفة ألا في فرصة في الحياة تفوتها. التردد في خطوة هي محتاجة تاخدها، يعني هي في تردد في خطوة محتاجة تاخدها. يبقى هنا يا جماعة الحلم الامتحان للعزباء هنا هو بيدل على تأجيل أمر مهم زي ارتباط أو عمل، إحساس إنها متأخرة عن غيرها وبتقارن نفسها بالآخرين، خوفها من فوات فرصة في الحياة، تردد في خطوة مهمة تحتاجها، هي مترددة في حاجة تاخدها مهمة. طيب لو الحلم هنا رقم 3 للمتزوجة، يبقى احنا قلنا للطالب وقلنا للعزباء، ندخل في المتزوجة. تمام. في مسؤوليات كتيرة فوق كتفها، يعني لو هي متزوجة ففي مسؤوليات كتيرة فوق كتفها. تمام. او شعورها ان في شيء مهم مأجلاه، او شعورها في شيء مهم هي مأجلاه. احيانا يدل على رغبتها في تحسين حياتها، هي نفسها ان حياتها تتجدد، بيتها، لكن مش لاقيه وقت لده، هي مش لاقيه وقت لده. يبقى لو الحلم المتزوجة مسؤوليات كتيرة فوق كتافها، مسؤوليات كتيرة فوق كتافها، شعور ان في شيء مهم مأجلاه، شعور ان شيء مهم مأجلاه. تالت حاجة يدل على رغبتها في تحسين حياتها او بيتها لكن مش لاقية وقت. يبقى رغبتها في تحسين حياتها او بيتها لكن هي مش لاقيه وقت. طيب الحلم فيه محاولات للوصول للامتحان، لو كان الحلم فيه ان انت في محاولات ان انت عاوز توصل للامتحان، ده شيء جميل قوي. ليه بقى؟ ده بيدل على الاصرار والشجاعه، وان الحالم هيعدي مرحله صعبه. لو انت مثلا بتحاول ان انت توصل للامتحان، فده معناتها ان انت يعني هتعدي مرحلة صعبة في حياتك، هتعدي مرحلة صعبة، وربنا هيفتح لك باب رزق من بعد تعب، ربنا هيفتح لك باب رزق من بعد تعب. ان في ان الحالم هيعدي مرحلة صعبة، وان الشجاعة والاصرار، يبقى في شجاعة واصرار، وان الحالم هيعدي مرحلة صعبة، وان ربنا هيفتح عليه من بعد تعب. طيب هنا هو أسوأ ما في الحلم انك تتأخر او الباب مقفول. أسوأ الاحلام ان انت تبقى متأخر او الباب مقفول. طيب ليه بقى أسوأ في الحلم ان ايه؟ ان الباب، ان هو ان انت توصل متأخر والباب مقفول، شعورك ان انت فاقد السيطرة. هنا في شعور ان انت فاقد السيطرة، او انك ندمت على تأجيل شيء مهم في حياتك، ان انت ندمت على تأجيل شيء مهم في حياتك. يبقى شعورك انك فقدت السيطرة لو لقيت الباب مقفول او متأخر، او وصلت متأخر او الباب مقفول. هنا شعورك انك فقدت السيطرة على حياتك، انك ندمت على تأجيل شيء مهم في حياتك، لكن في بشرة او تحذير في الحلم ليس ضرر، هو التنبيه انك تلحق نفسك. يعني بيبقى فيه تحذيرات، هنا تحذيرات لو انت متأخر، او لو انت مش عارف الباب مقفول. تمام. بيحذرك ان انت تنتبه، ان انت تلحق نفسك وتلحق الباقي من حياتك، تلحق نفسك وتلحق الباقي من حياتك. طيب اجمل ما في الحلم ايه؟ لو وصلت اللجنة في اخر لحظة او دخلت الامتحان. يبقى اجمل ما في الحلم ايه؟ ان انت وصلت اخر اللجنة او دخلت الامتحان. ده هنا فيها بشارة لتيسير الامور، قدرة على التخطي من العقبات، تعويض كبير جايلك.
لو انت وصلت اللجنة في اخر لحظة ودخلت الامتحان، وصلت اللجنة اخر لحظة ودخلت الامتحان، دي بشارة، تيسير، وقدرة على تخطي العقبات، وتعويض كبير في حياتك جايلك. تمام. طب الحمد لله والشكر لله. طب الرسالة الروحية في الحلم هنا ايه؟ الرسالة الروحانية في الحلم هنا: لا تؤجل خطوة مهمة في حياتك. يعني انت ما تأجلش خطوة مهمة في حياتك، ابدأ بخطوة لو صغيرة، وربنا هيكرمك من بعدها وهيكملها لك. يعني انت ما تأجلش خطوة مهمة في حياتك، ابدأ ولو بخطوة صغيرة، وربنا هيكملها لك في حياتك. تمام. لو حلمتي قبل كده انك متأخرة عن الامتحان، اكتبي حلمك في التعليقات، وانا ان شاء الله هفسر لك الحلم. لا ما تنسوش دعم القناة باللايك والاشتراك عشان توصل لكم كل حد محتاج تفسير حلمه. واشكركم كتير جدا جدا، و واشكركم جدا جدا على متابعتكم ليا. مع السلامة.